في حفل أقيم في العاصمة الكتالونية تسلم نجم برشلونة ليونيل ميسي جائزة الحذاء الذهبي بعد تتويجه الموسم الماضي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية. مراسلنا أشرف بن عياد يقربنا من كل التفاصيل حول الجائزة الرابعة لميسي في سياق هذا التقرير. كان يوما خاصا للغاية بالنسبة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تسلم جائزة الحذاء الذهبي وسط نقاش كبير بخصوص مستقبله. دخل برفقة عائلته الصغيرة أنيقا ومبتسما، فكل العدسات كانت تبحث عنه في يوم تذكر فيه الجميع أهدافه خلال الموسم الماضي. وحتى تظل هذه المناسبة عالقة في الأذهان، كلف المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز بتسليم الجائزة لزميله وجاره ميسي الذي عاد لكي يربط إنجازاته الفردية بما يتحقق جماعيا على أرضية الميدان. الجوائز الفردية تأتي بفضل العمل الجماعي، فإذا سارت الأمور جيدا على مستوى الفريق فعندها يكون لنا حظ التتويج بهذه الجوائز، ومن الواضح أنها جائزة لجميع اللاعبين، فمن دونهم لما حققت كل هذه الأهداف. من الواضح أن ميسي يقوم دائما في كل مباراة بأشياء مختلفة وجديدة، والصور موجودة لرؤيتها. خلال هذا الحفل لم يتطرق ميسي إلى موضوع تمديد عقده، ليتواصل الترقب بشأن صورته مع رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو. ليو تحدث بالمقابل عن جلوسه في مقاعد الاحتياط خلال الشوط الأول لموقعة اليوفي. دائما عندما أظل في مقاعد الاحتياط تثار بعض الضجة لأنني لست متعودا على الجلوس هناك كما سمعت في كثير من الأحيان، ومثل ما قلت أيضا لا يعجبني أن أكون خارج المباريات، فدائما ما أريد المشاركة والمساعدة في أرضية الميدان قدر الإمكان. ولكن أتفهم اليوم أيضا أن الموسم طويل ويجب علي الاعتناء بنفسي أكثر، لأن الموسم يزداد صعوبة كل مرة. 4 جوائز للحذاء الذهبي حصدها الرقم 10 الذي تسلم أيضا جائزة من نوع خاص جدا، وهي عبارة عن قلب ذهبي يؤكد على دور ليو في مساعدة من يعانون من سرطان الأطفال. أشرف بن عياد، بي إن سبورتس، برشلونة.